اللهم صل وسلم وبارك على افضل خلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نبتدي كده بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عاملين ايه يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنعمل حاجه كده توفير التوفير. عندك صابون بواقي صابون تمام، ما عندكيش هتجيبي صابونه ب3 جنيه. احنا مش هناخده اكتر من ربع صابونه بس. فانا عشان عندي البروتين دول او القطعتين اللي هم الفاضلين دول انا هستخدمهم. يعني انت عندك الصابونه دي ب3 جنيه هتاخدي ربعها. عندك بواقي صابون تمام شغال. انا هبشرهم وارجع لكم. احنا هنعمل حاجه موفره، طبعا احنا بنعمل سلسله توفير، فاحنا هنعمل حاجه موفره وموجوده في قلب البيت ومش محتاجه ان انت تتكلفي وتصرفي، وكل حاجه بقت غاليه دلوقتي، فاحنا بنحاول بقدر الامكان نعمل حاجه على قد ايدينا. هبشرها وارجع لكم. اهو زي ما انتم شايفين بشرتهم اهو. اسفه. زي ما انتم اهو خلاص تمام. طبعا هو عشان مستخدم فهتلاقيه مندي شويه او طري، يعني مش هيبقى ناشف زي ما يكون لسه جديد. خلاص هنحطهم كده. هنا بقى نحضر هنا بوله فيها شويه ميه، يعني حوالي مثلا ربع كوبايه او نص كوبايه، مش كتير. تمام. هنحط فيهم ايه بقى؟ هنحط فيهم صودا قشور. الصودا القشور دي بتجيبيها من عند بتاع المنظفات، هتاخدي تقولي له عايزه ب5 جنيه عايزه ب10 جنيه على حسب يعني الكميه اللي انت محتاجاها في البيت هتخليها او هتستخدميها على طول كده. يعني انا هاخد معلقتين مش مليانين. تمام اهو زي ما انتوا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تبعدي نفسك خالص. بصي انا بعدت ازاي عشان الابخره اللي بتطلع دي مضره جدا للرئه، فانت هتقلبيها لحد ما تذوب تماما. ولازم يا جماعه تبقى بصي محفوظه كويس عشان تفضل محافظه على القوام بتاعها، تبقى قشور وتبقى ايه مش مكتله عشان الرطوبه اللي بتاخدها. تمام. بصي انا استخدمتها قفلتها على طول عشان الرطوبه. هنا بقى اقلبها لحد ما تدوب تماما. بصوا يا جماعه بقى في ايه، انا كل شويه اقول لكم بصوا يا جماعه الصودا ما ينفعش تستخدم سخنه. انا جربت السخن وجربت البارد، لازم اعملها وادوبها زي ما انتم شايفين كده، واول ما احس ان هي دابت بركنها لحد ما تبرد تماما. على فكره يا جماعه مش عارفه اقول لكم كل شويه على فكره يا جماعه، على فكره هي نفس النتيجه اللي هتاخديها من وهي سخنه، هي نفس النتيجه اللي هتاخديها وهي بارده. بس بالعكس ريحه الحاجه اللي بتعمليها وهي سخنه بتبقى ريحتها وحشه جدا. مهما سبتيها ومهما قلتي لا ريحتها هتروح، ما بتروحش، بتفضل ريحتها صعبه قوي. حتى لو راحت هتاخد لها اسبوع 2. طب انت مثلا عايزه مثلا يومين وتستخدمي المسحوق اللي انت هتعمليه ده، لا يبقى احنا نعمل ايه بقى؟ هندوبها، ناخدها كده على جنب اهو زي ما انتم شايفين كده ونركنها. مفيهاش حاجه يا جماعه، يعني لو سبتوا الحاجه تاخد وقتها. الحاجه لما يعني تاخد وقتها وتعملوها ب... بدقه شويه بتطلع معاكي النتيجه ما شاء الله حلوه جدا. فانا هركنها كده اهو لحد ما اسخن ميه عشان ادوب فيها الصابون ده. معلش يا جماعه ملخبطه. فالمهم انا كده خلاص سيبنا الصودا تبرد ونسخن ميه عشان البطاطس، وبعد كده نشوف الخطوات الجايه ايه. هنا بقى حضرت 4 لتر ميه. انا نسيت اقول لكم ان انا بنعمل ايه، يعني انا من كتر ما انا خدت يعني نفسي في الكلام معاكم انا نسيت. احنا هنعمل الدوني بالطريقه البلدي او الطريقه الموفره او الطريقه العاديه اللي احنا ايه بنوفر بيها. هنا معايا 4 لتر ميه هنحط عليهم 1 ده النشا، 2 3 4 5، يبقى 4 لتر ميه عليهم 5 معالق ايه نشا. طبعا احنا عارفين ان النشا بتكتل فلازم ندوبها تدويب كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى النشا عشان احنا عايزين نسووها وتبقى شبيهه للجل كده، يا اما هنحط عليها البطاطس زي ما انا عملت كده وحطيته في الميه ودوبته وسبته يبرد، يا اما هناخدوها على النار في حله ونسخنوا عليها، يعني شغلوها على النار لحد ما تبقى جل. تبقى جل او تبقى اللي هي مهلبيه كده، يعني فاهميني. فاحنا دلوقتي كده بندوبها عشان ما تبقاش فيه تكتلات خالص. خلاص انا قلبتها. ننزل بقى. بصوا هنا الصودا بردت تماما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شايفين، مش عشان هي بقى السخنه هي اللي هتخلي النشا تستوي، لا هي كده كده هتسوي النشا، بس هي الفكره ان احنا بنسيبوها تبرد. احنا بنسيبها تبرد عشان الريحه بتاعتها بتبقى صعبه قوي بعد ما بنخلص الشغل بتاعنا بتبقى ريحتها وحشه. طبعا احنا هنقلب فيها كويس عشان خاطر انا مش عايزاه يتقل خالص على فكره، لان الصابون اللي احنا هنعملوه النهارده ده صابون من الجاهز اللي هو بيكتل وبيبقى ايه شبه
بيبقى تقيل قوي يعني. ممكن في مره كده اوريكم الفرق ما بين الصابون البلدي اللي احنا بنعمله والصابون اللي هو الجاهز لما بندوبه بيبقى ده عامل ازاي بعد فتره وده عامل ازاي بعد فتره. خلاص كده. بس قبل ما ادخل في اي خطوات بصوا بقى جل ازاي، بسم الله ما شاء الله. انت بقى هنا ممكن بقى دي تعملي منه برسيل جل، ممكن تعملي صابون سايل، ممكن تعملي منه حاجات كتير يعني. النهارده ان شاء الله هنعمل منه دوري، وممكن الكميه دي ما اخدهاش كلها على فكره يعني، حاساها كتير فافضي منها حبه واكمل الباقي لان انا عايزاه ايه ما يبقاش كميه، لان انا بصراحه ما عنديش مكان فانا مش عايزه كميه. بس انا ما كنتش متوقعه بصراحه ان هو هيطلع كده. الخطوه اللي بعد كده ان شاء الله هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده الصابون اللي احنا ايه بشرينه. معانا هنا ميه مغليه، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. هدوبه برضو وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. بس ريحته ما شاء الله جميله جدا جدا جدا. اي صابون بقى زي ما قلت لكم، بواقي صابون، ربع صابونه من بره، اي حاجه اللي متوفر عندك اعمليه. صابون بلدي يعني بس لا البلدي عشان احنا عايزين الريحه يعني، احنا بنعمل عشان الريحه. هقلبه وادوبه كويس وارجع لكم. دي النتيجه بقى بعد ساعه يعني. بصوا بقت عامله ازاي، بقت كتله يعني. احنا قلبناها، انا اوريكي بس حته كده يعني على بعضها كتله. طبعا انا مش عارفه اطلعها عشان اهي زي ما انتوا شايفين اهي باينه اهي. بصي دي بقى نتيجه الصابون اللي من بره اللي هو الجاهز، لكن الصابون البلدي اللي احنا بنعمله حتى لو حطيتي عليه الريحه برده ما بيبقاش بالشكل ده. انا ايه هحط عليه شويه ميه سخنه عشان يفك خالص. بسم الله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ومشكلته ان هو بيفك بصعوبه اصلا، نخم في موضوع الفك ده، بس هنفكه يعني متقلقوش، كل حاجه سهله يعني ان شاء الله. خلاص انا كده دوبته تماما. هحطه بقى هنا على النشا او على المكون اللي احنا عاملينه في البدايه دي خالص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحه الصابونه بصراحه جميله جدا. الصابونه لما بتبقى ريحتها حلوه، دي كانت صابونه اللي هي اللي بالجليسرين. تمام. بس كانت مش عارفه بالورد ولا بايه، عشان كده بقول لك ريحتها ما شاء الله حلوه جدا. بس اول ما بدا هحطه بقى بدا يتقل ازاي، يتقل كمان عن الاول. انا عارفه اصلك الصابونه دي لما بتتحط لوحدها بتبقى تقيله قوي، فانا عشان كده قلت هحطها هنا بالطريقه دي او اعملها كده، هتدينا نتيجه افضل طبعا من البرسيل جيلي، لانه طبعا بيتقل بشكل بشع. انا بصوا انا بصور لكم دلوقتي، ان شاء الله هرجع لكم بعد يوم ولا اتنين اوريكم النتيجه النهائيه، بس هحط لكم اللون اوريكم الشكل بتاعه. ما شاء الله بجد حلو قوي قوي يعني. استنوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عامل ازاي لما احط لكم اللون كمان، ريحته ما شاء الله ريحته فظيعه. لما تحطي مثلا معيار في الغساله هيبقى انت عايزه تسيبيه كده حلو، عايزه تلونيه لونيه، بس هو بصراحه جميل. ولو عايزه اللهم صل عليك يا نبي تلونيه براحتك، عايزه تسيبيه كده سيبيه. ففي كل الاحوال حلو. انا هحط له درجه لون بس كده اوريه لكم وهو متلون، شكله ما شاء الله حلو قوي وقوامه كله ريحته فظيعه بجد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما تحطيش اللون على طول، الالوان دي بتجيبها من عند بتاع المنظفات، فما تحطيش اللون كتير عشان ما يغمقش معاكي للدرجه، وفي نفس الوقت يديكي الدرجه اللي انت طالباها. بصوا كده عطاني لون البرسيل جل الدوني بالظبط ازاي، والتقل بتاعه جميل جدا ما شاء الله. انا قسمته، سبت جزء ابيض وجزء ملون. تمام. هوريكم تقلوا بقى بعد ان شاء الله يوم ولا حاجه، نشوفوا التقل بتاعه. بس ما شاء الله حلو قوي. طبعا انت لو عايزه تخففيه ميه وتزوديه مفيش مشكله، عايزه تسيبيه على وضعه تمام. هو في كل الاحوال كده طالع فظيع بجد ما شاء الله وريحته جميله. بصي بقى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الروايح اللي هي الفريده دي اللي احنا المعطرات اللي احنا بنشتريها ماشي اهي. هنحطه حبه. بسم الله الرحمن الرحيم.
بس لتكملة التعطير، لكن هو لوحده كده لونه حلو قوي، ريحته حلوة قوي. لكن بصي الله، الريحة فظيعة بجد، الريحة فظيعة. ان شاء الله هرجع لكم بعد يوم نشوفوا النتيجة النهائية بتاعته ايه.